أهلا بكم طلبة سنة تالتة إعدادي ومكملين مع بعض. النهاردة حل سلسلة امتحانات الترم التاني مادة الدراسات الاجتماعية تالتة إعدادي. ومعانا النهاردة محافظة المنوفية من كتاب الامتحان. أول سؤال في الجغرافيا بيقول: أمامك خريطة لدولة نيجيريا، اكتب ما يأتي. واحد، خليج هيكون غينيا. اتنين، نهر اسمه بنوي. وخدوا بالكم من البيانات اللي موجودة هنا غير البيانات اللي احنا متعودين عليها. احنا متعودين ان هو بيجي خليج غينيا ونهر النيجر ودولة النيجر او دولة بنين. لا، هو هنا جاب بيانات مش متوقعة شوية، فناخد بالنا واحنا بنقرا الخريطة علشان نقدر نجاوب صح. اول حاجة خليج غينيا. اتنين، نهر بنوي. تلاتة، مدينة كانو مش ابوجا. تمام، علشان الناس اللي بتتلخبط بين مدينة أبوجا وتملي بيجي لنا مدينة أبوجا، ياخدوا بالهم من المدن اللي موجودة في مدينة إيه؟ نيجيريا. أربعة، مرتفعات آموس. مرتفعات أمو. طيب نيجي على السؤال الثاني بيقول لنا: تتعدد العوامل الطبيعية والبشرية التي تساعد على تطور حرفة الصيد في ضوء العبارة السابقة، أجب عما يأتي. واحد، ما العامل التي يتم تصنيفه طبيعي وبشري لتوافر حرفة صيد الأسماك؟ في عامل من ضمن العوامل بتاعة قيام أو تطور حرفة الصيد، في عامل منهم بيعتبر طبيعي وبشري. العامل دوت اللي هو توافر المواني لرسو سفن الصيد. أولا إنشاء المواني دي بتيجي حاجة موضوع طبيعي، بينما صناعة السفن في المواني عامل بشري، فعشان كده احنا بنصنفه عامل طبيعي وعامل بشري. آه، ماذا يحدث إذا لم تتطور حرفة الصيد الأسماك في سواحل أمريكا الشمالية؟ هقول: لم تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث في إنتاج الأسماك عالميا. يعني بمعنى صح إن الولايات المتحدة الأمريكية مش هتكون مدينة مشهورة أو عندها إنتاج أسماك كتير، فبالتالي إذا لم تتطور حرفة الصيد ده هيؤدي إن لم تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث في إنتاج الأسماك عالميا. نيجي بعد كده السؤال: أكمل. تنتشر الزراعة البسيطة أو البدائية في مناطق صغيرة ومعزولة. اتنين، تأتي دول العالم إنتاجا. تاني دول العالم إنتاجا للنحاس هي دولة الصين. ما مقترحاتك من خلال ما تم دراسته لتصبح مصر دولة متقدمة في الصناعة؟ هقول مثلا اقتراح يعني: اتباع الأساليب العلمية وتطبيق الأبحاث العلمية في في الاختراع والابتكارات الحديثة. اتنين، مثلا ممكن نقوله زيادة عدد المصانع. ممكن كمان نقول له تدريب العاملين بالقطاع الصناعي أو الاهتمام بالصناعة بشكل أكبر. طيب نيجي بعد كده السؤال رقم اتنين بيقول: اختر الإجابة الصحيحة من بين قوسين. مصر من أشهر الدول الأفريقية المنتجة لمحصول، هنقول القطن. اتنين، ينتشر الرعي التجاري بأمريكا الجنوبية في الأرجنتين. تلاتة، يأتي ثلث إنتاج العالم من الغاز الطبيعي من قارة أوروبا. أربعة، من المراكز الصناعية الحديثة هيكون مصر. خمسة، تنمو على السواحل الغربية للهند غابات الموسمية. ماشي. ستة، تنتشر المستنقعات في شمال ألمانيا قرب الساحل. نيجي بعد كده يا جماعة لسؤال ب: بما تفسر البترول أهم مصادر الطاقة؟ هقول: لأنه يرتبط به التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات السياسية، وكمان إن هو بيشكل مع الغاز الطبيعي 55% من الطاقة المستخدمة في العالم. رقم اتنين بيقول مومباي أهم المدن في غرب الهند. أقول: لأنها العاصمة التجارية للهند، فهي من أكبر المواني ومن أكبر المدن الصناعية. رقم ثلاثة: توسع الصناعة الألمانية توسعا كبيرا بعد الحرب العالمية الثانية. هقول له: بسبب توافر مقومات الصناعة وتدفق الاستثمارات وتوافر المراكز العلمية الحديثة. السؤال ج بيقول: ما العلاقة بين محصول قصب السكر والمناخ؟ هقول: يحتاج قصب السكر إلى درجة حرارة مرتفعة، لذلك يزرع في المناطق المدارية ويزرع في جميع قارات العالم ما عدا قارة أوروبا. السؤال ثانيا بيقول: تاريخ صواب أم خطأ مع التصويب. واحد، نجحت ثورة 23 يوليو 1952 في تغيير نظام الحكم في مصر
الإجابة بالطبع صح، لأنه غير النظام الملكي إلى نظام جمهوري. نادى الرئيس مبارك عام 1977 بالسلام الدائم لكل شعوب المنطقة. الإجابة غلط، هو الرئيس محمد أنور السادات. 3. عين الرئيس السادات الدكتور أمال عثمان وزيرا للشؤون الاجتماعية. الإجابة غلط، هي عائشة راتب. تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي للمرة الثالثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الإجابة صح. لمن تنسب الأحمال قيادة القوات المصرية السورية في حرب أكتوبر 1973؟ ده هيكون المشير أحمد إسماعيل. تم الاستعانة بها لحماية الممتلكات وأمن المواطنين أثناء ثورة 25 يناير 2011. ده القوات المسلحة. رقم ج بيقول لنا عدد أوجه التشابه بين عدوان 5 يوليو 1967 وحرب أكتوبر 1973. هقول أوجه التشابه هنا في 3 حاجات. 1. الأطراف اللي كانت في المعركتين اللي هي مصر وسوريا ضد العدو الإسرائيلي في الحربين. 2. إن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل برضك في الحربين أو في العدوان. 3. تدخل مجلس الأمن بإصدار قرار بوقف الحرب واستخدام عنصر المفاجأة من إسرائيل في الحرب. في دي 3 تشابهات من عدوان 5 يونيو 1967 وحرب أكتوبر 1973. السؤال 4 بيقول صوب ما تحته خط. رفض نقط مشروع تقسيم فلسطين 1947. طبعا العرب. تم رفع العلم المصري على نقط بعد التحكم الدولي باستردادها. طبعا طابة. كانت اتفاقية أوسلو عام 1993 برعاية أمريكية. فاز نقط بانتخابات الرئاسة 2014 عبد الفتاح السيسي. الريحانة أول مجلة نقط مصرية ظهرت عام 1907. طبعا مجلة نسائية. تم تعيين الأمين العام للأمم المتحدة عن طريق الجمعية العامة. اكتب المصطلح التاريخي لكل عبارة. عدم الانضمام إلى أي من الكتلتين الشرقية أو الغربية، ده حركة عدم الانحياز. وثيقة رسمية تحدد نظام الحكم في الدولة. طبعا ده الدستور. سؤال ج بيقول اثبت مصداقية كل عبارة مما يأتي. أدى الفساد الداخلي والتآمر الدولي معا إلى هزيمة الجيش المصري عام 1948. هقول له حيث من أسباب هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948. 1 مثلا عدم استعداد الجيش للحرب واستخدام الرشاوي كما في صفقة الأسلحة الفاسدة. رقم 2 دعم الولايات المتحدة وبريطانيا لإسرائيل. يبقى كده قلت الفساد الداخلي والتآمر، وقلت كمان التآمر الدولي. تمام. السؤال رقم 2 نجحت القوات المصرية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية بعد عدوان يونيو 1967. هقول له حيث نجحت القوات المصرية في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية كما حدث في معركة رأس العش عندما حاولت إسرائيل احتلال مدينة بور فؤاد. تمام كده. ونجحت القوات البحرية في تدمير مدمرة إيلات في أكتوبر 1967. ماشي كده يا جماعة. يبقى كده احنا قلنا حلينا مع بعض امتحان محافظة المنوفية، واتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله. واستنوا مني حل امتحانات محافظات من كتاب الامتحان. شكرا لكم وبالتوفيق للجميع.